مش هيسيبوني اطلع. انا عارف، انا عديت المنطقه 211 ودخلت المكان اللي معاهده انتاركتيكا حرمته علينا من سنه 59. عند الجدار الجليدي اللي قالوا عنه انه حمايه للبيئه، قالوا انه بس جدار، هم بيحموا السور، بيحموا اللي ورا السور. مش هينفع احكي دلوقتي، لازم استنى لما الدنيا تهدى شويه. اللي شفته امبارح مش جنان، وفي ناس من زمان كانت متأكدة ان في حاجة ورا الجدار. ده مش كلامي انا، ده من مذكرات راجل اسمه ويليام موريس. Journal entry 1892. The ice! It's opening! Hold the line! Don't let it drift! واقف هناك ده ويليام موريس. تعالوا اوريكم الراجل ده كان بيقول ايه. هو مش مجنون، هو شاف الحاجه اللي ورا الجدار. It's not a wall! It's not our land! سنة 47 ريتشارد بيرد شاف وكتب، دخل كضابط وتحت أوامر رسمية. 1947. We encountered land where none should exist. بس المذكرات دي اختفت. ورا الجدار في 178 علم تاني، أسجارد، جيمينيا، أراضي المريخ. دول مش كواكب في السماء. ده تسجيل محدش كان المفروض يسمعه. Mayday! 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 I see land! I repeat! I see green land! هو مش اختفى، هم قبضوا عليه عشان شاف اللي ورا الجدار. بص اللي جوه، دي مدينة كاملة. مش بس موريس اللي شاف، ومش بس إيسيان، أنا كمان شفت. أنا شفت وسمعت حاجات غريبة. استحالة ده يكون نهاية العالم، ده بداية العالم، عالم تاني خالص غير اللي احنا عايشين فيه. شوفوني، اعرفوا اننا مش لوحدنا، الارض اكبر مما تتخيلوا. لو حد شاف الفيديو ده اعرفوا انه مش بس جدار. خلوني اتكلم معاكم بهدوء كده. اللي شفتوه في الفيديوهات اللي فاتت مش تحقيق علمي، مش دليل قاطع، هو تجسيد لافكار وقصص ناس كتير ان في حاجه ورا الجدار الجليدي. ممكن يكون خيال وممكن يكون حقيقة. النهاردة أي حد يقدر يجي هنا بس بشروط تدفع أكتر من 10,000 دولار، بس هتتحرك في مسار مرسوم ممنوع تخرج عنه خطوة واحدة. يمكن اللي ورا الجدار مجرد تلج، ويمكن سر أكبر من قدرتنا على الفهم.